السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. تكلمت في مقطعي السابق إذا كانت القيادة السورية ستقيم ذاتها من خلال مرآة المنافقين فرحم الله الثورة السورية. فلماذا هذا العنوان ولماذا هذا الفيديو؟ إذا نظرنا يا أخوتي إلى الثورات التي حدثت في المنطقة العربية، ننظر إلى الثورة التونسية والمصرية والليبية واليمنية، فليخبرني أي منكم أي هذه الثورات حققت الهدف المرجو منها؟ هل حققت الثورة التونسية الهدف المرجو منها؟ هل حققت الثورة المصرية الهدف المرجو منها؟ وهل حققت الثورة اليمنية والليبية؟ المعنى أن هذه الثورات لم تجني الأهداف التي قامت من أجلها. والآن في الثورة السورية فنحن الآن في منطقة ضبابية، لا نستطيع أن نحدد تماما هل الثورة السورية ستجني ثمارها أم أن هذه الثورة ستمضي على طريق الثورات التي سبقتها في الدول العربية التي ذكرت سابقا. الواقع في سوريا يتطلب وعي كبير جدا حتى نستطيع أن نحمي أهداف الثورة السورية، وأن لا تتحول الحرية إلى فوضى كلامية. المعنى تتكلم كما تشاء ولكن ليس لصوتك أي معنى، لا يؤثر بأي قرار. حدثت من قبل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء، وتكلمت جميع مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الارتفاع لا يناسب الواقع الذي يعيشه المواطن السوري. ثم حدث فيما بعد بعض أيضا المسائل التي تتعلق بالجانب الخدمي أو وجود بعض المنتفعين داخل أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة، أو عن طريق آلية تعامل الدولة مع المواطن السوري، أو أيضا بدء موضوع انتشار الرشوات والمحسوبيات والفساد داخل مؤسسات الدولة. كل هذه النقاط، وأيضا ننتهي بما حدث مؤخرا موضوع زيادة أسعار المازوت والبنزين وما شابه ذلك. وأيضا تحدث عقب كل هذه الأمور موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشعر الإنسان أنه يعبر عن رأيه ويعبر عن فكرته، وهذه اسمها فوضى حرية لا معنى لها. لماذا؟ يجب أن يكون لصوت المواطن السوري قيمة حتى يحمي ثورته. لا يصبح صوت المواطن السوري لا جدوى منه ولا أثرا له. ببساطة إذا اعتدنا على هذا النوع من الحرية ستمضي عجلة القيادة والاستمرارية في الحكم من قبل القيادة الحالية، وتعتاد أنت على الكلام، وتعتاد القيادة أيضا على عدم الوقوف عن ما تتكلم به حتى يكون لصوتك قيمة، حتى يكون صوتك مؤثر، حتى تحمي ثورتك، حتى تحمي وطنك، حتى تحمي حياتك القادمة. يجب أن يتحول صوتك داخل هذا البلد إلى صوت ذو قيمة، صوت مؤثر. كيف؟ يجب أن لا نفكر بالأشياء البسيطة والصغيرة ونشعر من خلال الحديث عن أننا نمتلك هذه الحرية. يجب أن تكون هذه الحرية مدروسة. كيف يجب أن تكون مدروسة؟ يجب أن نحافظ على النقاط الأساسية أو المبادئ الأساسية التي من خلالها يصبح لصوتي ولكلامي تأثير في الواقع السوري، وهي أن نراقب الدولة السورية في موضوع الوعود التي تكلمت فيها في بداية استلامها السلطة، وهي موضوع تشكيل الأحزاب داخل سوريا. أهم نقطة يا أخوتي أن يتم تشكيل الأحزاب داخل سوريا، وأن تمنح هذه الأحزاب حرية الحركة وحرية العمل وحرية التعبئة. من خلال هذه الأحزاب التي ستمارس أيضا دور السلطة والرقابة للحكومة الانتقالية، وأيضا ستكون ذات برنامج انتخابي في الانتخابات التي ستعقب المرحلة الانتقالية، ويتم من خلال هذه الأحزاب اختيار كل مواطن سوري الحزب الذي يشعر أنه يمثله ويمثل أفكاره. هذا الواقع السياسي إذا استمر بهذا الشكل ففعلا رحم الله الثورة السورية، وسيكون حال سوريا كحال الدول العربية، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. لذلك يتطلب أن نركز على النقاط التي تجعل من لصوتنا تأثير قوي في الواقع السوري، وكما قلت تشكيل الأحزاب وآلية تشكيل تلك الأحزاب. ويجب أن تبدأ الدولة بتشكيل آلية الأحزاب. وأيضا موضوع الدستور الذي تكلمنا فيه كثيرا من قبل، ماذا تنتظر الدولة السورية في موضوع تشكيل الدستور وموضوع تأجيل هذه
النقاط الأساسية لمرحلة انتقالية. مع الوقت لا نشعر أن هذه المرحلة الانتقالية قد مضت وانتهت، ولا تكون هناك تعبئة سياسية داخل سوريا من خلال الأحزاب التي توعي المواطن وتحاول أن تنشر أفكار تمثل مبادئها، ويختار المواطن السوري حينها الحزب الذي يوافق أفكاره، ثم ندخل في مرحلة صراع انتخابي حقيقي. وأيضا للدولة الموجودة حاليا ستقرر بالأخير شكل الحزب الذي تحكم من خلاله، والذي أيضا ستدخل فيه الانتخابات. ويجب أن تمنح الأحزاب الأخرى فرصة التعبئة داخل الشعب السوري، وأن يكون لها تأثير داخل الشعب السوري من خلال برامج تقوم بإدراجها خلال المرحلة الانتقالية، وأيضا أن تعرف نفسها بالشعب السوري، وحتى يختار الشعب السوري الأحزاب التي تمثل أفكاره قبل أن تنتهي المرحلة الانتقالية، وأن لا يترك وقت غير كافي لهذه الأحزاب حتى تقوم بالتعبئة وحتى تدخل في انتخابات حقيقية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. ولأن أخطر نقطة في هذا الموضوع يا أخوتي أن تعتاد السلطة على الانتقادات ولا تقيم لهذه الانتقادات وزنا، أن تمضي في تثبيت آلية الحكم دون الاكتراث لصوت الشعب السوري، الصوت الذي يستطيع أن يدافع عن أحلامنا وحقوقنا داخل هذا البلد، والصوت الذي يجب أن يكون ضمن سيستم تمثله الأحزاب في سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.